بسم الله بديت ولا نبي صليت. واش راكم خياتي؟ واش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل بخير وعلى خير. اسمحوا لي طولت عليكم، عندي شحال ما حطيتش فيديو، بصح هكاك ما جيت ويديا فارغين. جبت لكم وصفه تاع الزمان جميل، الزمن الحلو تاع بكري، وصفه تاع امهاتنا الله يطول في عمرهم ويحفظهم لنا ان شاء الله يا ربي. وصفه تاع السيده رزقي مقلوبه البرتقال، شكون اللي ما يعرفهاش؟ جبت لكم وصفه اقتصاديه 100%. بسم الله ندخلوا في الوصفه تاع نهار اليوم. واش نحتاجو؟ 5 مغارف سكر في الكسرونه كما راكم تشوفوا، نديهم حتى يولوا كراميل. قطعت لهنا التشينه تاعي، ما هي رقيقه ما هي خشينه، انا عندي تشينه صغيره مع كده 2 حبات. لهنايا درت نصف كاس سكر عفوا، الكاس اللي نعبروا فيه في الاول نكملوا به كامل الوصفات. نصف كاس سكر، حبه بيض، الا بحبه بيض كيكه روعه وخفيفه خفيفه خفيفه ومشربه واو. زيد عليها ايضا خياتي، لهنا وريت لكم نصف كاس زيت. الزيت نديروه تدريجيا، لهنا قلقني الريسبي قاعد يدور. لهنايا قلت لكم نصف كاس سكر، حبه بيض، نصف كاس زيت. لهنا البنات باش تحسبوا بلي يدي راهي تجري هكا ولا لا لا البنات، لهنا خياتي راني نسرع في لا فيديو باش ما تجيكمش طويله فقط، مانيش باتور لا حول. شوفوا لهنا البنات ما نحتاجوا لا باتور لا والو، غير بفوي نخدموا هذه الكيكه تاعنا. نزيدوا عليها نصف كاس تاع حليب دافي، ولا نقدروا نديروا علبه ياغورت، ولا هنا البنات تحبوا ديروا قشور الليمون او قشور برتقال. انا حبيت قشور البرتقال خاطش كيكه البرتقال، ولا نقدروا ايضا نديروا لافاني. لهنا نسكرفش البرتقال، نسكرفجو في الرقيق كيما هكا تشوفوا خياتي. درنا حبه بيض، نصف كاس سكر، نصف كاس زيت، نصف كاس حليب، وقشور البرتقال، ورشه ملح. نخلطها مليح البنات حتى يتجانسونا، شوفوهم كامل يتجانسونا مع بعضهم البعض. ونروح نزيد عليها كيس خميره الحلويات، لهنا قلت لكم راني نسرع في لا فيديو باش ما تجيكمش طويله. ونزيد عليها كاس ونص تاع فرينه. ديروا الفرينه تدريجيا، ديروا الكاس الاول ومن بعد كاس تناو. شوفوا اسكو كملت ولا لا. انا الكاس الاول ومن بعد شفتها مازال تحتاج، زدت لها نصف كاس. الفرينه ما نقدرش نعطيكم سوا خاطش كاين فرينه اللي تشرب وكاين فرينه اللي ما تشربش. كيما راكم تشوفوا لهنايا سوت الدنيا بهدلتها بالفرينه هذه، معليش. نكمل نصف كاس ثاني تاع فرينه، ندخلهم كامل مع بعضهم البعض. ونروح نقي البوطاجي تاعي، نحيه مليح من الفرينه، نمسحو ونرجع لخياتي ايضا. هذا نصف كاس ثاني، نديرو تدريجيا، نقدروا نكملوا نصف الكاس، نقدروا لا كاس وربع فقط، كل واحده والفرينه تاعهم. نعاود لكم المقادير خياتي تاع الكيكه تاعنا تاع نهار اليوم. حبه بيض، نصف كاس سكر، نصف كاس زيت، نصف كاس حليب، نخلطهم كامل مع بعضهم البعض. ونديروا رشه ملح ناعم، وملعقه خل ابيض، ونصف كاس ونصف فرينه، وخميره الحلويات، وقشور البرتقال، ورشه ملح ايضا. لهنا خياتي شوفوا لنا الكراميل، تكرملت مليح ولات لنا السكر ولا كراميل عفوا. درت حوالي نصف ملعقه تاع الزبده فقط، نصف ملعقه تاع الزبده عفوا. ما هي ضروري الزبده. ولا هنا ثاني خياتي نديروا حوالي 3 مغارف ماء سخون يغلي، بصح بالكم ويطلع لكم هذاك البخار وكامل يحرقكم بعيد الشر لا قدر الله. ما هو الدور تاع الزبده وتاع الماء السخون؟ هي باش تولينا كراميل ضايبه، ما كي يطيب ما تقعدش يابسه تيبسنا كي يبرد الكاطو كامل. لهنا جبت المول تاعي، تحبوا تدهنوه تحبوا تخلوه هكا، المول تاعي ما يلصقش الحمد لله، وهكاك شويه لصق لي في الجوانب. ومن بعد كي وزعت كامل الكراميل في المول تاعي الدائري هذا، نديروا اي مول حبيتوه، نحط عليه البرتقال تاعي، برتقال يكون شرائح، ما هي رقيقه بزاف ما هي غليظه ما هي خشينه. بهذه الطريقه خياتي. ونفرغ عليه خالط تاع الكيكه تاعنا بعد ما شعلت الفرن على 180 درجه، نخليه يسخن مليح هكا البنات. نوزعها مليح، نخبطها شويه فوق البوطاجي، ما خبطهاش بزاف، كانت بنتي راقده. ونخليها تطيب حوالي ربع ساعه هكاك. لهنا خياتي عندي 2 حبات برتقال، نديروهم كشربات. نقدروا نديروا الشربات نطيبوها في الدار، ونقدروا لهنا كيما شوف انا درت 2 حبات برتقال. حبيت وصفه تاع زمان، ما حبيش نبدع فيها بزاف. الوصفه الاصليه تاع سيده رزقي هي دارت البرتقال ما طيبتش الشربات. تحبوا ديروا شربات ديروا كاس سكر مع 2 كيسان ماء.
انا لهنايا جبت الروبوت تاعي العجيب هذا اللي نحب ونموت عليه. قطعت نورمال القاتشينه تاعي، تحبوا تنقوها تحبوا ما تنقوهاش عادي، يرحي كلش هذا. انا فقط ما حبيتهاش تجيني بالحموض، تجيب هذاك القروسيه ولا الحموضيه تاع التشينه. الزوج تاعي يحبها هكاك بالقشور كامل، باش تجيب فيه كيما لاسيت ستريك، تجي فيه واحد البنه روعه. لهنا قطعتها كيما شفتوني، تحبوا تقطعوها على نص، تحبوا ديروا حبه كومبلي. يا خياتي يخرج واحد الجيم روعه روعه، جيم طبيعي 100%، بدون منكهات بدون سكر بدون شيء. هاكو تشوفوا لهنا البنات حصلت على حوالي كميه مليحه لا باس بها. زدت شويه ما في الروبوت تاعي باش زعما شللته مليح. لهنا راح ذقته نشوف اسكو نزيد له السكر ولا لا. لقيت تشينه حلوه ما تحتاجش نزيد لها السكر. لهنا فقط البنات حبيت نعطيكم تدبيره، ما تقولوا لي اشهار لا والو. هذا الروبو شيتو انا بدراهمي. كاين بزاف اللي عندهم وما يعرفوش كيف يستعملوا القشور هذو اللي يقعدوا في الروبو. حبيت نعطيكم تدبيره، ما هو اشهار لا والو. مازالت قناتي باش تولي دير اشهارات. لهنايا راني نحي في الروبو، شفتوا الله يبارك يلصق مليح في البوطاجي تاعنا. هذاك القشور خياتي واش ندير به هنايا؟ نستعملو كيما لافاني. دوك نديه داخل كوشه تكون سخونه مليح ونطفي عليها ونخليه داخلها حتى يبس مليح. ومن بعد كي يلبس نرحيه بودغ يولي كيما لافاني، ونستعملوه لاي حلويات خصوصي البريوش، يجي واو 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 في البريوش. هاي طابت الكيكه تاعنا خياتي لهنايا. ما ديروش الغلطه تاعي، نورمالمون انا نحيها في الحواف بشويه موس، انا ما نحيتهاش عجاك لصقت لي شويه. نخبطها شويه. شوفوا البنات لازم هي سخونه تقلبوها، تنحوا لها الحواف بالموس، تجوزوا عليه الموس ومن بعد تقلبوها خاش الكراميل لو تقعد فيها تيبس لكم الداخل وبعد كتجيكم واعره باش تقلبوهم. ها هو الجو تاعي لهنا خياتي. لهنا راحت لي تريسيتي، ما عطيتش الحق كامل الكاميرا لهنايا بصح معليش بعد جاتني تريسيتي صورتها لكم بالطبع والشان. نسقوها بالشربات وهي سخونه، وهذاك الجو تاعي قلت لكم شربات وهذاك الجو تاعي نسقي به الكيكه. شوفوا البنات بعد ما شربت الجو الله يبارك الله يبارك، جات تشهي بزاف بزاف بنينه. تقدروا البنات ديروا جو اللي تباع في الزنقه في المحلات عفوا تاع القرعه هذوك تاع خيروا اي ذوق، بصح من المستحسن ديروا الذوق تاع البرتقال ولا تخلوها طبيعيه 100% بذوق البرتقال. ديروا كيما درت انايا. شوفوا البنات جات واو 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 طريه بزاف بزاف وتشهي. نقسم لكم لهنا حبه خياتي شهيتكم في الجنه. واللي راهي توحى نقولها سمحي لي اختي بصح نوضي وجديها في غفله من العين، وقفات وجديها يا اختي بزاف بنينه وتشهي. لهنا انا عندي غير تشينه صغيره شفتوها عاجه هيك درت جوج حبات، نتوما عندكم تشينه كبيره تجيكم ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا لهنا خياتي جات من الداخل بيضه بيضه تشهي قطن بزاف طريه وحلوه. نتمنى يعجبكم لا فيديو تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسوش خياتي بالجام لي كومونتير ودعموا القناه باش تطلع انا نزيد نتحفز اكثر ونحط لكم لا فيديوهات واحد اخرين جدد وسهلين اقتصاديين كما وعدتكم بوصفه امي. ربي يطول في عمرها وعمركم ان شاء الله يا ربي. وصفه سيده رزقي. سلام.